حساب في تيك توك الاسم ديالو كوكين ستور. هذا الحساب اللي كيقدم واحد المحتوى باللغة الأندونيسية، وهذا المحتوى عبارة عن تسويق للمنتجات بحال الغسال أو الألعاب. وهذا القناة اللي في تيك توك ما كتجاوش عدد المتابعين ديالها 90,000 متابع. وشكون اللي غريب في هذا الحساب؟ هذا الحساب واحد النهار دار واحد البث مباشر واللي بان فيه واحد الراجل كيلوح عليه طين. هذا الفيديو تنشر بزاف ديال المرات وكيبين لنا ان هذا الراجل مغطي بالطين وفي مكان مغلق وفيه الظلمه، وكيبان لنا من الملامح ديال الوجه ديال هذا الشخص انه ما راضيش على هادشي اللي تيوقع ليه، وتيهز التراب وتيكبو على الجسد ديالو وتيعاود يحيدو ويعاود يزيلوه. يعني كيبان لنا ان شي شخص اخر هو اللي كيجبرو يدير داكشي في داك البث المباشر. والمتابعين اللي كانوا كيتفرجوا في هذا البث تيكتبوا انه هذا الشخص كيتنفس بواحد الصعوبه كبيره وانه كيسمعوا شي صوت ديال شي شخص اخر، يعني الشخص اللي يقدر يكون حابس داك الشخص وكيصوروا رغما عليه. ومن بعد هذا البث المباشر رجع هذا الحساب ينشر فيديوهات كيف ما كان قبل، يعني كينشر فيديوهات تسويقيه على المنتجات ديالو. وهنا بزاف ديال النظريات قالوا دوك المتابعين وقالوا بأن يقدر هذا الحساب اللي في تيك توك دار هذا البث مباشر غير باش يزيد المتابعين ديالو وتزيد المشاهدات، ويعني غادي يتزاد بيعات ديال هذا الحساب. وهذا الاحتمال يقدر يكون. وكاين احتمال ثاني واللي هو الاحتمال ديال ان كاين بعض الطقوس اندونيسيه اللي كيسميوها الحمام الطين، يعني كيتلاحوا في شي بلاصه فيها طين وكيلوحوا على الجسم ديالهم. ولكن اللي غريب في هذا الاحتمال انه دوك الناس تيبانوا لك الملامح ديالهم انهم ضاحكين او لا عادي، اما بالنسبه لهذا الشخص فكيف ما شفتوا ملامح ديالو كيبان عليه ما راضيش على هادشي. وعلاش هذا الحساب اللي صغير وكيسوق غير المنتجات ديالو يلوح بحال هاد الفيديوهات اللي غامضه وما عندهاش علاقه بالمحتوى ديالو؟ وهذا راه ماشي اول حساب كيلوح بحال هادشي. فمثلا حساب اخر لاح نيت واحد المراه واللي حتى هي كتلوح طين على الجسد ديالها، فعلى ما اظن انهم بغا يطلعوا المشاهدات والمشاهدات غيدخل لهم الفلوس. يعني كاع هادشي يقدر يكون داروا غير على ود الفلوس، وهذا احتمال راه ممكن يكون. وما تجيكش اي حاجه غريبه كاينه في تيك توك، لان اي حاجه كاينه في بث مباشر في تيك توك فاي حاجه تقدر تكون. شفنا بزاف ديال الناس كل واش يدير في التيك توك، يعني كاين اللي كيضرب راسو وكاين اللي يدير العجينه فوق راسو، يعني كاع هادشي على ود الفلوس. فما تجيكش شي حاجه غريبه. فممكن هذا الحساب يستعمل هذه الاستراتيجيه ويزيد المتابعين والمشاهدات ديال الحساب، وبذلك غيتزاد البيعات ديالهم اللي هما الغرض علاش دايرين هذا الحساب كامل. بزاف ديال الناس كتنجذب لهذا المحتوى الغامض